ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وإليه المصير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله ومصطفاه من خلقه وخليله، بعثه الله رحمة للعالمين، فشرح به الصدور وأنار به العقول، وفتح به أعين العمي وقلوب الغلف وآذان صما، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. اللهم اجعلنا وإياكم منهم. معشر المؤمنين، كما تعلمون إن الله تعالى هو مصرف الأحوال والأوقات ومقدر الأيام والساعات، فهو سبحانه من نظم الكون وجعل فيه الساعات والأيام والشهور والسنوات والدهور لتنتظم حياة بني الإنسان. أخبرنا بذلك فقال جل وعلا: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. ها نحن نودع عاما كاملا لحكمة أرادها الله، لقي فيه الموحدون المؤمنون من إخواننا في غزة من البلاء ما تنهد له الجبال وتتفتت له الأكباد، فكم من طفل قد يتم، وكم من امرأة قد ترملت، وكم من أم قد تأيمت، وما منهم من أحد إلا وقد أصيب في داره أو نفسه أو ماله أو أهله. موتاهم شهداء عند الله، أحياء يرزقون، وأحياؤهم مجاهدون مؤمنون ثابتون صامدون في وجه اليهود الغاصبين، ومعهم عالم الكفر بأكمله قد اصطفوا وراء الظلم والجبروت، لأن الكفر ملة واحدة. ومع ذلك فنحن نؤمن أنه فوق كل هذه الجيوش وكل الخطط والمؤامرات الله جل جلاله يرى ويسمع ويدبر الأمر ويقضي بالحق، لا تأخذه سنة ولا نوم، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إن من أعظم حكم الله تعالى في هذه السنة هو اندحار جيش الصهاينة الذي يملك العدد والعدة أمام مجموعة قليلة صغيرة من الشباب باعوا أنفسهم لله، فأذاقوا شر هزيمة لم تخطر له على بال ولم يتخيلها قادته حتى في المنام. لقد قدم أهل غزة أرواحهم وفلذات أكبادهم وديارهم وأموالهم نصرة للإسلام والمسلمين. وهنا مربط الفرس كما يقال: ماذا قدمنا نحن جميعا لأمتنا ولديننا وحتى لأنفسنا وأهلنا؟ علينا أن نطرح هذا السؤال على أنفسنا ونحن نودع عاما بكامله، ونرى بأعيننا بأن هذه الدنيا ليست دار قرار، وإنما هي أيام معدودة وآجال محدودة، لأن القضاء عام هو إيذان بدنو الأجل ونقصان العمر. ملي كدوز عليك عام راك قربتي إذا كنتي طالع في الدنيا، أما هو الأصل كيف تنعس في الليل يا تفيق يا ما تفيقش أنت وأجلك. إن القضاء عام وإيذان بدنو الأجل ونقصان العمر. لقد متعنا الله تعالى بنعمة الوقت عاما كاملا، فماذا فعلنا فيه؟ هل ضيعناه فيما لا ينفعنا؟ إن كنا ضيعناه فيما لا يرضي الله فقد غبنا أنفسنا غبنا فاحشا ظاهرا. عن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. اللي عنده الوقت يذكر الله وفين يتعبد لله فعنده الصحة باش يقوم بذلك،
وما دارهاش يضيع راسه. لقد كان الصالحون من هذه الأمة الذين بنوا مجدها ورفعوا شأنها رحمه الله لا يندمون على دنيا إن لم يصيبوها، أو لذة إن لم يدركوها، أو المناصب إن لم ينالوها، ولكن كانوا يندمون ويتألمون على ساعة من الزمان إن مرت عليهم دون عمل صالح للدين أو الدنيا. فهذا ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. وكان مفضل بن يونس إذا جاء الليل قال: ذهب من عمري يوم كامل، فإذا أصبح قال: ذهبت ليلة كاملة من عمري. فلما احتضر يعني جاءته المنية قال: قد كنت أعلم أن لي يوما شديدا كربه، شديدا غصصه، شديدا غمه، فلا إله إلا الذي قضى الموت على خلقه وجعله عدلا بين عباده، ثم جعل يقرأ قول الله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، ثم تنفس ومات رحمه الله. فالرعيل الأول من هذه الأمة على ما هو عليه من اجتهاد في العمل، إلا أنهم كانوا يتهمون أنفسهم دائما بالتقصير. اللهم لا تجعلنا من الذين أسرفوا على أنفسهم، اجعلنا من الذين حاسبوا أنفسهم قبل أن يحاسبوا، واختم لنا بالحسنى يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وأغفر الله لكم جميع المسلمين ورحمه الله عبد قال آمين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لا يبقى، الحمد لله له، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبوة والرسالة وعلى آله وصحبه وله. أما بعد، معشر الصالحين، هذا عام من العمر قد ذهب، وانقضت سنة من تاريخ المسلمين، ومضت بما فيها من الآلام التي يتجرعها المسلمون في أصقاع الأرض نتيجة تشتتهم وتشرذمهم وانغماسهم في الدنيا وبعدهم عن الآخرة. فعلينا أن نراجع أنفسنا جميعا، وأن نراقب أحوالنا بالليل والنهار، ونتعرف على عيوب أنفسنا ونقائصها، وأن نجعل نصب أعيننا قول الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة العنف ضد النساء الذي يحتفل به المغرب، فلنتعامل مع النساء بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم رفقا بالقوارير، فلنحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب، ونستعد للقاء الله بصالح الأعمال قبل أن نفاجأ بانقضاء الآجال، إذ الأعمار بين يدي ذي القوة والجلال. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله المؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. واتقوا الله عباد الله، واسمعوا وأطيعوا، وبالصلاة على نبي الرحمة وهذه الأمة شفاه، فقد أمرتم بالصلاة عليه، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن آل بيت نبيك الطيبين الطاهرين وعشيرته الأقربين وعن الخلفاء الراشدين المرشدين ساداتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم ارزقنا محبتهم وشرع مولانا في زمرتهم، ولا تخالف بنا عن نهجهم وطريقهم يا أكرم مسؤول ويا خير مامون. وصلى الله وبارك على الهمام، اجعلوا للحق إمام وللشر ضد الخصام، فضل في ولي عهده وشقيقه وسائر أفراد أسرته ورعيته. اللهم لا تدع لنا في مقامنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حسنا إلا يسرته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا غائبا إلا أحضرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مهتدي إلا ثبته. اللهم أصلح أحوالنا، واجعل بطاعتك اشتغالنا، وبالخير مآلنا،
بالزيادة آمالنا، واختم بالسعادة آجالنا يا رب العالمين. هذا ذنبنا ظاهر بين يديك، وحالنا لا يخفى عليك. أمرتنا فتركنا، ونهيتنا فارتكبنا، ولا يسعنا إلا عفوك، فاعفو عنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. أحد المؤمنين رأى رؤية